المهم اليوم غادي نشارك معكم البغرير ناجح 100% بدون فرينة بدون السميد. غادي نوجدو بالسميد أرطب. المهم طريقة سهلة وناجح. تحضروا في الكوتي كيجي شي حاجة خفيفة. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو. توا غادي ندوز طريقة التحضير. توا غادي نبدا طريقة تحضير هاد البغرير العجيب وطريقة سهلة وناجح. المهم نحتاجوها شوار ولا الخلاط. المهم حاجة غادي نخلطو. نحتاجو 3 كيسان عامرين تاع السميد رطب. المهم الا ما عندكش السميد بجويد حضروا بالسميد رطب كيجي رائع وخفيف. المهم نضيف لنا 3 كيسان كبار تاع السميد رطب ولا الفينو. ضيفنا شويه الملحه وضيفنا شويه الخميره. من المهم ما نكتروش الخميره الجو سخون. وغادي نضيف الخميره تاع الحلويه تاع 10 غرام. المهم المغرفه تاع الخل. ومن بعد غادي نضيف الماء. المهم الماء نحتاجو غادي نضيف الاول 3 كيسان كاملين تاع الماء والباقي من بعد غادي نخلطو. من بعد نزيد الماء مازال ناقص الماء نزيدو. المهم نجم تضيفوا المغرفه تاع العسل ولا تاع المغرفه تاع السكر. المهم انا غادي نضيف المغرفه تاع العسل عوض السكر. المهم غادي نخلط الخليط تاعنا جيدا. المهم حضروا هاد البغرير كيجي ساهل وكيجي خفيف. المهم بالفينو ناجح 100%. المهم غادي نضيف الكاس الرابح تاع الماء كتشوفوا. المهم الكاس اللي عبرنا فيه السميد غادي نعربوه بالماء. المهم ضفت 4 كيسان كاملين. ومن بعد غادي نخلط الخليط وكتشوفوا مازال غادي نزيد الكاس الخامس. المهم غادي نقسم على 2. غادي نصب الشطر الشطر غادي نخليه من بعد. وغادي نخلط الخليط حتى نغسل على الخليط خفيف. المهم وكتشوفوا كملنا 5 كيسان كاملين. المهم السميد كيشرب الماء. وغادي نخلط الخليط تاعنا كتشوفوا كيجي الخليط تاعنا جاري. وغادي نصب في إناء اللي غادي نخليه حتى يختمر. ومن بعد نطيبو. المهم في ساعه يختمر الجو سخون. وغادي نخلي حتى يختمر ومن بعد نرجعو نطيبو. المهم رجعنا العجين تاعنا كتشوفوا يعمل فقاعات يختمر. تو غادي نخلطو وغادي نحطو المقله فوق النار. نطيب البغرير تاعنا. المهم ضروري المقله ما كتلصق. ضروري المقله الطفال. وغادي نصب الخليط تاعنا كتشوفوا. المهم ما تقويش النار حتى تشوفوا هذيك بغريره شايحه. ومن بعد تقلبوها. تنجم تقلبوها تنجم ما تقلبوهاش. انا غادي نقلب وجدين حتى تطيب. وكتشوفوا كيف الشهد يا البنات تاع النحله رائع وناجح وكيجي خفيف خفيف بدون السميد خشين لحد شيء. المهم هنا في تونس ما عندناش السميد تاع الحلويات. المهم نحضروا بالفينو. وكتشوف كيجي الشهد يا سلام وكيجي خفيف. المهم نستمر على الطريقه حتى نكمل ومن بعد نزينوا بغرير تاعنا. كملنا البغرير تاعنا. المهم كيجي خفيف خفيف وكيف الريشه كيف الشهده تاع النحله يا سلام يا سلام. توا غادي ندوزو نزين البغرير.
المهم نختار الزبدة النوع جيد. المهم غادي ندوبوها، وغادي نزيد شويه الزعترة اللي غسلنا، ضروري الزعترة نغسلها كي يكون فيه التراب ولا حاجة. المهم غسلنا شويه الزعترة، كيطلقنا واحد النكهة في الزبدة رائعة. المهم غادي نزين تنجم كل كعبة تزينها بشويه الزبدة ولا تحطها على بعضهم وتزينهم. المهم اللي ما يحبش هذيك الزعترة ينجم يصفيوها، انا غادي نخليها هكاك. المهم الزعترة صحية وكتجيب واحد المذاق رائع. المهم غادي نزين دابا غادي بالزبدة كتشوفوا، وغادي نسقيو هذيك الزبدة والزعترة، وغادي ضروري شويه العسل، يكون عسل طبيعي نوع جيد، كيجي فيها هاد الوصفة رائعة. المهم البغرير غادي نرافقو مع كاس تاي مشحر مغربي بالنعناع. يا سلام يا سلام. المهم حضروا هاد الوصفة في البوتي هكا في الصيف، كيجي شي حاجة خفيفة وكتجي بنينة وطريقة كتشوفوا ساهلة وبسيطة وبسيطة. المهم غادي نصب الكاس تاي، كتشوفوا ضروري كاس الشاي فهاد السخانة ينقصكم شوية الحرارة. المهم غادي نحل لكم كعبة تاع البغرير كيجي رائع. المهم الا عجبك هاد الوصفة تاعي ما تنساو البنات واحد البارطاج الفيديو، واحد اللايك، واحد التعليق زوين من عندكم. المهم غادي نقصكم كعبة كتشوفوا كيجي خفيف خفيف كي الشهد يا البنات. رائعة الوصفة، جربوها. والطريقة سهلة، اللي ما عندوش السميد يحضروا في السميد رطب الناجح 100%. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والصحة والراحة.